صراحه لا نعم علينا مجموعه جميله جدا كونت فريق لاتجاه المجتمع، والحمد لله ان الشخصيات اللي فيها كلها شخصيات محبوبه تجاه المجتمع، بدايه من حنان ترك مع حفظ الالقاب، ومنى عبد الغني، ومصطفى حسني، وطارق الدسوقي، وعلاء بسيوني. والحقيقه مش يعني دول يمكن الشخصيات العامه اللي موجوده، انما وزائد اللي حضرتك شفتهم في المؤتمرات اللي احنا كنا موجودين فيها طبعا، وده ما بيقللش ابدا من مجهود مدام نسرين دبوس رئيسه الجمعيه والشباب كلهم الموجودين اللي بيبذلوا مجهود اكتر كتير كمان مننا احنا شخصيا. هو ده يمكن الدافع او ده الهدف اللي احنا عملنا الجمعيه، او ان احنا شاركنا في اماكن كتير جدا. طبعا احنا كنا فخورين جدا بالتكليل او بالتشريف ان احنا نكون موجودين في مؤتمرات زي المؤتمرات دي، وفي نفس الوقت في الجامعات، وخاصه كمان احنا بنكون اكثر فخرا وتشريفا لما نكون مدعوين من خلال دكتوره مشيره خطاب الحقيقه، لان انا حسيت قد ايه مدى حرصها على مصر، ومش مش بتتكلم بس مجرد كلام او رساله او عفوا في اللفظ فض مجالس. بالعكس احنا يعني داخلين معاها في امور كتيره جدا، وحاسين قد ايه مدى التاثير، فعشان كده بنبقى دايما حريصين على تواجدنا. ارجو ان احنا يعني نكون بنوصل الرساله، يمكن احنا بنحارب جزء مهم جدا وهو جزء التدخين اللي بيؤدي لامور كتير جدا. انا بتكلم دايما من النواحي النفسيه او المعنويه، لان زي الشعار اللي احنا كاتبينه او موجود معانا في الجمعيه، ان بننادي كل واحد ان هو ما يكونش عبد للسيجاره، لازم يكون حر. احنا بنحاول نسنده نفسيا ومعنويا، لان المنافسه ما بين الانسان ونفسه بتبقى صعبه جدا لو كانت في شيء سلبي زي يمكن عايزه اقول ان انا شعرت بيه النهارده واحنا قاعدين بنتكلم في اليوم العالمي ده اللي جمعنا، انه ان هي منظومه واحده فعلا زي ما الدكتور سمير بيأكد الحته دي، ان نعالج الفقر فنلاقي جهل، نعالج الجهل فنلاقي مرض، فنلاقي تلوث، فهي منظومه لازم فعلا نتعاون. واحنا النهارده يمكن اجتمعنا وبنحقق آية ربنا سبحانه وتعالى في الارض يعني، وتعاونوا على البر والتقوى. لكن عايزه يعني انا سعيده بالتشريف ده ان انا في وسطكم، وسط هذه الكوكبه اللي بتعمل من اجل حياه افضل وبلدنا تبقى افضل دايما. احنا تحت امركم كل حاجه، وحضرتك يمكن كنت بتقول لي حرمتينا من صوتك، انا لا ان شاء الله. والدكتوره مشيره بتقول لي برضه بطلتي غنى، بطلت الغنى اللي ملوش لازمه ومش رساله. وان شاء الله مع الاستاذه نسرين دبوس رئيسه الجمعيه برضه هنعمل اغنيه لمكافحه التدخين، هتعمل الحته بتاعتي. وبمناسبه حضرتك بتقول انه الصبر والرب